النهارده يوم اسود على دماغ جوزي، لقيته داخل علي بيقول لي اليوم ده ما بيفكركيش بحاجه يا مره. قلت له يا عم هو انا فاكره اتغديت ايه؟ ابعد عن وشي دلوقتي خالص، صلوا على النبي بدل ما نيجي نقطع الجزمه على دماغتكم. المهم قاعد يقول لي والنبي عشان خاطري ده انا عيد ميلادي النهارده وعايز حاجه حلوه من ايديكي تكون زي الزبده كده، كمان عارفك في الحلويات مالكيش حل. المهم سرح بيا سرحه الضيابه وانا بقيت زي الغلابه. قلت له خلاص زي بعضه، هنيجي على نفسي ونعمل لك حاجه حلوه. طبعا هنجيب شويه دحيه كده ونطقشهم، اهم حاجه طقشه الدحيه. شايفين اصفر وجميل ازاي؟ كانه مش بالظبط. قسما بالله انا اول مره نعمل كيكه وانا نفسي مفتوحه كده، طول عمري بنعملها والله العظيم ما تتاكل. اوحش حاجه ممكن تشوفوها في الكيكه هي كيكتي، بتطلع يا محروقه يا اما معجونه من القلب من جوه يا اما مفرولي، ما نعرفش. المهم ما بنعرفش نعملها خالص، فيمكن النهارده كده يكون وشكوا حلو علي وتطلع احلى صينيه كيكه. امال ايه؟ ما انا لازم برضه نجرب، مش معنى اني فشلت مره نرفع الرايه البيضاء، لا انا نحب الفشل. الفشل بيقويني ويقوي عزيمتي ويخليني نجدد نشاطي كده ونبقى نشيطه وكويسه. خليكم معايا وهتشوفوا كل حاجه على الطبيعه. وجبت شويه الطحين وحطيتهم في الغربال وغربلتهم يمين في شمال وشمال في يمين ومن تحت لفوق ومن فوق لتحت، لازم كده عشان الدقيق يبقى فيه هوا كده ويبقى شكله حلو. والله كل مره بنعمل كده هو وندخل فيه هوا وصينيه الكيكه بتطلع مبلطه وزي الطينه برضه ما فيش فايده. وحطيت زرطه ملح، اهم حاجه زرطه الملح عشان خاطر البركه تعم عليكم كده وعلى اهل الدار. والفانيليا بقى والوانيليا والحاجات دي كلها لازم تفضي تقضيها، ما تستخسريش، حطي على قد ما تقدري تحطي من الحاجات اللي عندك في الدار. حطي صينيه الكيكه هتبقى موريضه كده. ونزلت بقى بالشربات اللي انا طحناه في قلب الخلاط عشان خاطر العجينه والقوام بتاعها يبقى متماسك ومتجانس كده ويبقى زي الضرب كده السايح. وجبت الصينيه بقى وبختها بالدقيق وحنطرش فيها الخليط زي ما انتم شايفين كده، حاجه تفتح النفس. المنظر بيقول انها هتطلع كويسه بس كله على الله، اما نشوفوا بقى النتيجه في الاخر. منه لله جوزي اصله راجل تافه، قاعد يقول لي اعملي كيكه ومش اعملي كيكه. ادينا عملنا الكيكه اما نشوفوا بقى النتيجه هتبقى ايه، ربنا المستعان. وجبت كوبايه كريم شانتيز وفضيتها كده على كوبايه لبن مشلزي عشان خاطر نضربهم كلهم في بعض. اهم حاجه الضرب الجيد يخلي معاكي القوام جيد. اسمعي مني، لازم كده تفضلي كده تدي فيها يمين في شمال وشمال في يمين بهذه الطريقة لحد ما تدي معاكي انها تبقى ماسكة كده زي قرص الجل وتبقى ريحتها مفحفحة. الريحة والطعم دول ما تعرفيش هيعمل ايه في الكيكة، هيخليها حكاية. والكيكة طلعت اهي، اعوذ بالله عليك منظر، طالعة مفلقة زي كعوب امي، مع اني ما قصرتش معاها بس هي تحب تقصر معايا، مش عارفة ايه السبب. وجبتها بقى والسمك بتاعها تحس ان هو نص سنتي، ما طلعتش عالية خالص. مش عارفة نعمل ايه بس هنرميه نظبطها وخلاص. جبتها كده وحطيتها ونزلت عليها بالكريم شانتيز عشان خاطر برضه تبيض وتمسك في بعضها كده ويبقى الشكل برضه معقول زي ما انتم شايفين كده، رصة ورصة ورصة عشان خاطر تبقى جميلة وهسة زي ما انتم شايفين المنظر اهو على الطبيعة. اني احسن واحدة تعمل الحلويات، دي شغلتي ودي لعبتي. امال ايه، اصلا انا ابويا كان حلواني كبير قوي. واهم حاجة في عمايل التورتة انك تكتر الكرامة. لما الكرامة تبقى ياما كده يا سلام، تقعدوا تلحسوا وتتلحسوا والضيوف لما تيجي تقعد تلحس وتبقى حاجة جميلة، تبقى ملحسة. الملحسة دي بتبقى جميلة جو تلحسوا صوابيحكم كده يا سلام، حاجة جميلة. البتاع لما بتكون بيضة كده بتشهي النفس كده وتروق البال خالص، وتليطي وتحفلطي وتزفلطي وتجيبي عجين من
ده تاني وتليطي. التليط بيبقى زي العسل بصراحة. صينية الكيكة دي كسرت بنفسي خلاص. انا كنت ناوية نعملها عالية كده وحلوة، لكن ما فيش فايدة، فحنيتها نص صينية كده من بره، واللي هيجي ياكل هياكل الصينية بالكيكة كله زي بعض. انتوا شايفين يعني الواحد خلاص هيدجج. وجبت شوية خرفار من الرفيع الملون ده على حبة ردة، وقلت نلطخهم فيها كده من الحروف اهي هتتضاري، ومش هيبقى حاجة فيها باينة لا وحشة ولا حلوة. وشوية زينة بقى بالبتاع اللي اسمه الأوزو الأخضر دي، وحطيته كده، وشوية حاجات ملونة تانية بربور كده بالألوان المفجعة، هنحطها كده عليها على شكل وردي عشان تعرفوا بس إن أنا عندي الذوق وبنعرف نشكل الحاجة كويس. أم الله، ده أنا أحسن وحدة تعرف تشكل. شايفين المنظر والجمال. وجبت شوية بزل معيس كده من الأسود اللي ريحته طالعة، وحطيته على الوش عشان خاطر برضه اللي يجي ياكل يلاقي الريحة هفة كده نفسه تتفتح. أم الله، لازم كده. بذمتكم مش شكلها حلوة وتورتاية تفتح النفس؟ عليا الطلاق الباشا ما يعرف يعملها زي كده. أنا في العمايل ما نتوصاش، بس أهم حاجة يبقى مزاجي رايق. وأنا صاحية النهاردة متعكنينة خالص من جوزي، عامل لي نفس النغرة وعايز يحتفل ويجدد شباب. والله يخرب بيت أبوه. ويلا تورتاية زي العسل اهي ما يختلفش عليها اتنين.